الفيديو ده مش دروس محفوظة ولا نصايح سريعة، ده حوار حقيقي. انت بعتيلي اسئلة من قلبك وانا هنا عشان ارد عليكي بجد من قلبي. مش عايزاكي تسمعيني في الفيديو ده ككوتش، عايزاكي تسمعيني كأم عاشت الارهاق والاحساس بالذنب والتعب وعارفة قد ايه الموضوع ده بيوجع وبيضايق. السؤال الاول، ازاي اعيش مع الاحساس بالذنب؟ احساس الذنب يا جماعه كانه عايش معانا في البيت من ساعه ما بنصحى لحد ما بننام. قصرت في المذاكره مع ابني، طب كان لازم اطبخ حاجه تانية النهارده، ليه صرخت في بنتي النهارده علشان المذاكره. الاحساس ده بيفضل ماشي وراكي زي ضلك. لكن هنا عايزه اقولك، الذنب مش شرط انه عدو او ان هو حاجه وحشه، بس ممكن يكون كانه بيقولك انك محتاجه تغيري حاجه. لكن لو فضلتي سايباه بيكبر وبيكبر هيخليكي زي السجينة اللي مش قادرة تتحرك. اللي بيفرق بين الأم اللي بتتعافى عن الأم اللي بتغرق حاجة واحدة، إنها بتوقف جلد ذات وبتختار تتعامل مع نفسها برحمة. ابدأي تعملي حاجة بسيطة جدا. كل يوم قبل ما تنامي خلي عندك نوتة صغيرة وقلم جنب السرير واكتبي حاجة واحدة كويسة كنت موجودة لولادك فيها أو عملتيها بطريقة كويسة مع ولادك، حتى لو كانت حاجة صغيرة جدا. ده هيبدأ يدرب مخك وعقلك إن يشوف الحاجات الكويسة اللي انت بتعمليها مش النواقص بس. ولما الغلط يحصل وهيحصل تبدأي تقولي لنفسك أنا أم بتتعلم مش أم فاشلة. الفرق بين الجملتين هو ده اللي هيحررك من اللي انت فيه. تاني سؤال، أعمل إيه لو شريكي مش بيدعمني؟ ده سؤال حساس جدا، وكتير من الأمهات بيبقوا حاسين إن هم شايلين الحمل لوحدهم. تحسي إنك شغالة 24 ساعة، طب هو مش شايف، طب هو مش حاسس، طب إيه يعني؟ أول حاجة لازم تعرفيها إن معظم الأجواز مش عارفين إن الإرهاق الرهيب اللي انت فيه ده أو الاستنزاف اللي انت واصلاله إن دي حاجة اسمها بيرن اوت، وإن هو مش كسل. جربي تقعدي معاه في وقت هادي وتشرحي له وتفهميه، تقولي له أنا مش بشتكي، أنا بس مش قادرة أفضل أدي من غير ما آخد راحة. أنا محتاجة دعمك عشان أكون أم وزوجة أحسن. ولو لسه مش متعاون، هنا بقى يجي دور الحدود، وتبدأي أنت بنفسك. وزعي وقتك من غير ما تستني إذنه. خدي وقت لنفسك لو حتى 10 دقايق في اليوم. اقفلي الباب عليكي وخدي بريك. وتالت حاجة، ما تحطيش نفسك في آخر الليستة، حطي نفسك أولوية. لأن الحقيقة المؤلمة إن لو أنت وقعتي البيت كله هيقع، وده معناه إن أول خطوة للتغيير هتبقى من عندك أنت. أنا عارفة إن الكلام ده مش سهل، لكن كويس إنك بدأتي تسألي الأسئلة دي، وده معناه إنك جاهزة تعملي تغيير حقيقي. عشان كده أنا عملت الكورس ده، علشان فيه كل الأدوات اللي ساعدتني أنا وساعدت أمهات تانية كتير، من أول خطوات صغيرة لحد تغييرات كبيرة في طريقة تفكيرنا وحياتنا. لو عايزة تبدأي رحلة التعافي بجد، اللينك تحت الفيديو وأنا مستنياكي.